السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي. تعالوا مع بعض النهاردة هنعمل العيش الشمسي من الألف إلى الياء. هعلمك ازاي تعملي عيش شمسي لو كنت ما عملتهوش خالص قبل كده، ازاي تظبطي عجينة العيش الشمسي، وازاي تظبطي الفرن بتاعك علشان تسوي فيه العيش الشمسي، طريقة التسوية المظبوطة للعيش الشمسي، وهقولك ازاي تظبطي التقطيع بتاعك. يعني انت لو عايزة تقطعيه كبير او صغير، او كنت هتقطعيه على صواني او على مقارص، وازاي انه كنت تحطيه برضو في الفرن. هقولك على كل خطوات العيش الشمسي زي ما قلتلك من الالف الى الياء، من بداية العجينة لغاية ما نسوي العيش الشمسي في الفرن. وهنقولك طريقة التخزين برضو، ازاي تخزني العيش الشمسي، تخزنيه او في التلاجة او برا التلاجة زي ما انت حابة بالظبط. بصي معايا العيش الشمسي عامل ازاي، وطالع معايا طري ازاي، وهش ازاي، عيش شمسي زي القطن. تعالي بس انت تتبعي معايا كده الخطوات وامشي معايا واحدة واحدة، وهنعمل عيش شمسي من الالف الى الياء. هقولك زي ما قلتلك على ازاي تظبطي العجينة بتاعت العيش الشمسي بالظبط. هقولك على كل مكونات، وانا هنا عامله لك مكونات كيلو. هنبدأ مع بعض ان شاء الله. انا هدى ودي قناتي، لو اول مرة بتشوفيني يا ريت تعملي لايك واشتراك في القناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول وهندخل على العيش الشمسي بتاعنا. اول حاجه انا معايا كيلو من الدقيق زي ما انتوا شايفين، كيلو متعدد الاستخدامات. دي الخميره البايته يا جماعه. يعني ايه خميره بايته؟ هي الخميره بتاعت العيش الشمسي. احنا ليه بنحط الخميره البايته يا جماعه؟ علشان العيش بتاعنا ما يعسلش منك. انت لو حطيتي الخميره البيره بس، العيش هيعسل منك، هتاكلي منه اول يوم وتاني يوم هتلاقي العيش معاكي ايه، عسل يعني ايه، لبت جوا بعضه كده، هتلاقيه معسل وعامل زي ايه، يعني ايه، ملبت جوا بعضه. بس كده هنحط الخميرة البايتة زي ما احنا شايفين، يعني ايه، كميتها 50 جرام بالظبط. حطيت عليها نص معلقة صغيرة من الخميرة الفورية او الخميرة البيرة اللي موجود عندك. والمية هنا لازم تكون دافية يا جماعة. دي كوباية مية، حطيت عليها كوباية من الدقيق او 6 معالق من الدقيق. انا هنا عاملة مكونات كيلو يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بس كده. انا ممكن انت تحطي ميه طبعا زي ما انت شايفين، بحط الميه ايه شويه بشويه. انا لازم هنا بربي خميره يا جماعه. انا قلت لكم هعمل لكم العيش الشمسي الصعيدي اللي هو من الالف الى الياء، من الخميره البايته. بس كده. احنا بنسيب الخميره البايته طبعا في العجين بتاعنا، لان انا بكون شايلها في كيس وبتبقى طريه. لكن لو حسيتيها ان هي ناشفه شويه، تاخدي ايه منها الطراوه بتاعتها وتطلعي ايه اللي هيطلع منها، ايه الكلاكيع. لو فيها كلاكيع يعني طلعيها، مفيش اي مشكله. بس كده. انا كده هنا ربيت الخميره يا جماعه. طبعا انت هتبدأي بالصبح، هتبدأي بالليل، الوقت اللي انت هتعملي فيه العيش بتاعك. بس كده. بوريكم الخميره خمرت ازاي. شايفين انا بحط الخميره البايته يا جماعه عشان العيش الشمسي ما يعسلش مني. العيش الشمسي بيعسل من الخميره الفوريه اللي بتحطيها كتير للعيش بتاعك. بس كده. هنعمل التعصيده. لازم طبعا التعصيده يا جماعه في العيش الشمسي بتاعنا. العصيده دي يعني ايه الفوائد بتاعتها؟ ان هي بتخلي معانا العيش طري، بيقعد معاكي طري لمده 3 ايام وانت تاكلي فيه من غير ما تحطيه في التلاجة. والخميره البايته برضو هو دورها ده، ما تخليش العيش يعسل خالص منك. بس انا كده حطيت كوبايه من الدقيق، يعني هي 4 معالق بالمعلقه الكبيره، وحطيت عليها كوبايه ميه سخنه. لازم الميه تكون بتغلي علشان تحطيها على الدقيق. انا ماشيه معاكم واحده واحده كده. انا عامله زي ما قلت لكم مقدار كيلو. بس كده. هنحط نص معلقه من الملح. لازم الملح يا جماعه. وهنا انا ببرد العصيده بتاعتي. اوعي تحط الخميره على العصيده هي وسخنه، هتموت لك الخميره خالص. كده انا حطيت ميه عاديه من الحنفيه علشان ابرد بها ايه العصيده بتاعتي. هنا هتشوفوا انا حطيت كيلو من الدقيق، وحطيت 6 معالق للخميره، وحطيت 4 معالق للعصيده. حطيت عليها كوبايه ميه، وهحط هنا الخميره فوق الدقيق زي ما احنا شايفين. احنا هنا في طريقة العجن يا جماعة. شوفوا انا ماشية معاكم واحدة واحدة. حط الخميرة على الدقيق، ما تحطيش الخميرة على العصيدة عشان العصيدة بتبقى ايه سخنة، فلو حطيناها هتموتنا ايه الخميرة. طبعا انت هنا المية دافية، ما تعجنيش بمية ساقعة خالص. لازم المية تبقى دافية. لو في الشتاء، لو في الصيف
طبعا المية بتبقى اصلا من الحنفية بتبقى دافية. بس كده احنا بنعجن بايه على الخميرة وعلى كوباية المية اللي حطيناها على العصيدة. هنا هنجيب كوباية مية دافية وهنحط شوية بشوية. انا ايه كده اسمها بعجن على الناشف يا جماعة، على الناشف يعني ما بكترش مية، بحط مية ايه حبة حبة زي ما احنا شايفين كده. انا هنا كوباية مية بس زي ما انتوا شايفين، وعلى حسب نوع الدقيق طبعا، ده دقيق متعدد الاستخدامات. بصوا انا بعجن اهو، ما بحطش المية على طول، لازم تعجني الاول، تعجني ايه شوية بشوية بشوية، وتحط مية شوية شوية برضو علشان ناخد عجينة الاول متماسكة، وبعد كده بنفكها بالمية زي ما انت شايفة كده بالظبط. انا بقولك ازاي تظبطي العجينة بتاعتك، امشي معايا زي ما انت شايفة كده وهو هيظبط معاك. بس كده ايه هنقعد نخبط في العيش بتاعنا، لازم نخبطه طبعا عشان ندخله جوه بعض. انا بشوف قوام العجينة اهو شايفين، بشوف العجينة في ايدي، لو حسيتها بتنزل خالص بحط لها دي، لو حسيتها ماسكة شوية بحط لها شوية مية. هو كده قوام العجينة 100% عندي. انا حطيت كوباية مية يا جماعة بس، مستخدمتش اكتر منها، وكوباية المية اللي كانت في العصيدة بتاعتي. ماشيين معايا كده تمام؟ انا بشرح لكم طريقة العجين. شايفين هو ده قوام العجينة اللي انا عايزة ابقى. انا حطيت كوبايتين مية بس على كيلو دقيق، والكوباية بتاعت الخميرة والكوباية بتاعت العصيدة. بس لو حاسة ان العجين سايب معاكي خالص ومش عارفة تمسكيه حطيله شوية دقيق مفيش مشكلة. لو حسيتيه يعني ماسك شوية وتخين حطيله برضو شوية مية. هنا هحط معلقة محسن للعجين بتاعنا، نص معلقة من البيكنج باودر عليها معلقة خل كبير، بس دي مجرد تحسين للعيش بتاعي. بس شايفين يا جماعة هو ده قوام العجين. شايفين كل ما تعجنوا في العجينة بتلمع ازاي؟ انا عايزة العيش الشمسي يلمع كده يا جماعة عشان الرغيف يبقى حلو كده ايه وبيلمع معانا. بس كده انا بدخل ايه المحسن اللي انا حطيته وشوية ايه تخبيط كده صغيرين وخلاص كده. شايفين انا بشوف برضو القوام تاني، شايفين القوام؟ تمسكيه بايدك زي ما انت شايفاني كده ايه تنزلي وتطلعي. لو حسيتيه قلتلك انه نزل معاكي من ايدك يبقى كده العجينة عايزة دقيق. لو حسيت القوام حلو معاكي وعما تاخدي وتدي في ايديكي كده عما يرجع ويتحط تاني يبقى ايه كده تمام. هنا هنجي للتقطيع يا جماعة. انا هنا هقطعه على صواني وهقطعه على مقارص. انا بديكم الطريقتين. لو انتي في الصعيد مثلا وعندك مقارص هتستخدمي المقارص علشان هتحطيه في الفرن الغاز، لكن انتي لو في البندر كده زي هتستخدمي الصواني علشان هنحط العيش بالصواني في الفرن. يا ريت تكونوا فهمتوني. انا هنا هخبزه في فرن البوتاجاز يا اما فرن كهرباء علشان ما عنديش فرن غاز، بس انا هكلمك على التلاتة. لو عندك فرن غاز او فرن كهرباء او فرن ايه او فرن البوتاجاز. بس كده انا هقطعه. طبعا هو الرغيف هيجيب معانا الكيلو هيجيب 3 ترغفة بس انت لو حاولت تصغريه هيجيب معاك 4 ويجيب معاك 5 برضو. بصوا تمسكي العجينة زي ما انت شايفة كده، تمسكيها بايدك زي ما انا بعمل كده وتحطيها في الدقيق وتجيبي ايدك الشمال، يعني واحدة يمين واحدة شمال. شايفين التقطيع يا جماعة سهل خالص وبسيط. علشان ايه انا بعمل الحركة دي بخلص منها الدقيق. هنا في ناس بتحطه زي ما هو كده، لكن لا احنا بنحط الرغيف على عدلته زي ما انتوا شفتوه. ما بحطش العجين من فوق يعني ايه امسكه بايدي واقوم حاطاه زي كده، لا احنا بنحط الرغيف معدول. شايفين تقطيع سهل خالص ازاي؟ انا جابوا 3 وحتة صغيرة كده فاضت ايه عملتها ايه بالتاوة صغيرة. بس هما ممكن هي الحتة اللي فاضت ممكن كانت وزعت عليهم، بس انا خلاص قطعت ما ينفعش اشيله تاني من الردة. بس انت ممكن ايه تظبطي نفسك وتعمليهم اصغر فهيجيبوا معاكي 4 يجيبوا معاكي 5 لو عايزاه ايه صغير. بس هو كده ايه رغيف متوسط. شايفين التقطيع سهل ازاي يا جماعة؟ دي جابت واحدة صغيرة. بس انا هنا بسيب وشه لازم ايه يكش شوية، يكش او ينشف عشان اعرف ادبه يا جماعة. هنا بعمل الخميرة البايتة يا جماعة. انا لو انتوا عايزين طريقة الخميرة البايتة هسيب لكم رابط في صندوق الوصف ازاي تعملي الخميرة البايتة من غير ما يكون عندك ايه يعني يكون عملتي خبيز قبل كده.
بس هنا بسيب وشه ايه كش شوية او ينشف شوية عشان ادبه. شايفين يا جماعة سهل ازاي؟ ما تدبهوش خالص، ما تمليش بيه ايه الصينية او تملي بيه المقارص بتاعتك، يبقى كده متوسط عشان لما يخمر هو بيكبر. ماشيين معايا كده تمام. بس انا هنا حطيته تحت المروحة عشان انا طبعا ما فيش شمس، فانا حطيته تحت المروحة عشان وشه ايه ينشف خالص علشان ما يفتحش منك. لو ما شغلتيش المروحة هيفتح منك، شتا صيف هتشغلي له المروحة. هنا انا عايزة اخمره، طبعا ما فيش شمس، فاحنا ونخمره ازاي؟ انا شغلت الفرن لمدة 10 دقايق وايه وهقفل عليه. ده فرن كهرباء يا جماعة. لو فرن غاز او فرن البوتاجاز برضه هتشغليه وتسيبيه وبعد كده تدخلي فيه العيش. انا هنا طفيت يا جماعة زي ما انتوا شايفين، انا هسيبه يخمر، بس حطيت واحد من فوق عشان هو مش شايل غير 2. لو فرن البوتاجاز هيشيل معاكي 4 مرة واحدة، فرن غاز هيشيل كلهم مرة واحدة. شايفين انا طلعته اهو خمر ازاي؟ انا عايزة الخمر ده يا جماعة. شايفين الرغيف خمران ازاي؟ شايفين انا من كتر ما عجنته وشه بيلمع ازاي؟ هي دي طريقة التخمير يا جماعة. انا هنا في الحالة دي شغلت الفرن، وهنا ايه دي انا بفتحه بالابرة زي ما احنا شايفين. الابرة لازم تكون نظيفة، لو مش نظيفة حطيها على النار ثواني هتبقى معاكي معقمة 100%. احنا بنمشي في النص، ما بنمشيش من تحت خالص ولا فوق خالص زي ما انت شايفة بالظبط. طبعا انا هنا بقولك ازاي لو انت هترميه على الصاجة تحت البوتاجاز او تحت الفرن. بس اللقطة بصراحة الكاميرا كانت مقفولة معي. بتمسكيه على ايدك وتحطيه على المطرحة، وبعد كده ايه تسحبيه كده تحطيه على الصاجة تحت الفرن. العيش طبعا اتخبز وطلع وانا لسه بشرح. بتاع الصواني هتحطيه زي ما هو في الصينية على درجة حرارة 200 لو فرن كهرباء. لو فرن البوتاجاز على اعلى درجة في البوتاجاز. هتسخني الفرن كويس حتى تحط العيش علشان العيش معاكي ايه يحمر من تحت ومن فوق. لو انت عندكي تحت وفوق شغلي تحت وفوق، ما عندكيش خليه يستوي من تحت وبعد كده شغلي عليه الشواية لمدة ايه 2 3 يعني، مش هياخد اكتر من كده. ولازم العيش يستوي يا جماعة، لازم العيش يستوي. بس كده احنا طلعنا العيش زي ما احنا شايفينه بنقسمه كده. لو فرن غاز طبعا انت فرن الغاز بتكون مشغلة تحت وفوق، واول ما الفرن يكون سخن اول ما تدخل العيش بتوطي من فوق لغاية ما ايه معاكي العيش ياخد وش ان شاء الله. هنا بقولك على طريقة التخزين ازاي. هنا ممكن يقعد معاكي 3 ايام وانت تاكلي فيه بره. هتحطيه في اكياس وتحطيه في الحلة بتاعتك، او مثلا عادي تحطيه في اكياس وتسيبيه وهتاكلي منه. لو انت عاملاه بالخميرة البيرة بس فهو مش هيقعد معاكي 3 ايام، هو هتاكلي منه اول يوم وتاني يوم هيعسل معاكي. فانت ممكن في الحالة دي لو عاملاه بالبيرة تدخليه التلاجة مفيش اي مشكلة. احنا بناكل منه 3 ايام وبعد كده بنحطه ايه في التلاجة مفيش اي مشكلة. بس كده شايفين العيش ده تاني يوم يا جماعة على فكرة. شايفين العيش؟ بوريكم ان العيش معسلش معايا عشان عاملة فيه خميرة ايه البايتة مع الخميرة البيرة. شايفين العيش طري ازاي ولذيذ. يا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي انا قلتها لكم. ولو في اي سؤال حطولي اي اسئلة انتوا عايزين تسألوا عنها وانا هجاوبكم عليها ان شاء الله. شايفين العيش مش معسل ازاي؟ انا تعمدت ان اصور تاني يوم يا جماعة العيش لما بات عندي. انا بحطه في الكيس وباكل منه ما فيش اي مشكلة. شير ولايك واشتراك في القناة، وياريت ما كنش نسيت اي حاجة انا في الفيديو. مع السلامة.